ولسه المسلسل شغال. طول ما احنا عايشين هنسمع مسلسلات وافلام وحكايات عن موضوع رئاسة نادي الزمالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة على قناة اليوتيوب. في البداية بحب ارحب بجماهير المارد الاحمر. بتمنى طبعا من كل يشوف الحلقة يعمل لايك وشير واشتراك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلك كل جديد عن النادي الاهلي. ولينك صفحتي على الفيسبوك عندك في اول تعليق مثبت. لو مش متابعني اعمل لي متابعة. محتاج دعمكم باللايكات، محتاج دعمكم بالشير. طالما فتحت الفيديو مش هتخسر حاجة لو عملت لايك وشير للفيديو عشان يوصل لكل الناس. عايزين نتكلم عن المسلسل اللي مش هيخلص. مسلسل زي مسلسل ليالي الحلمية. يعني مسلسل ليالي الحلمية يعني كان اخر جزء، كان الجزء السادس، بس احنا هنفضل على المسلسل ده طول ما في يعني عائلة مرتضى منصور واولاده. يعني النهارده طلع تصريح من احمد مرتضى منصور ان هو هيرشح نفسه في انتخابات الزمالك اللي جايه قاعده، مش رئيس او نائب. وده معناه ان ممكن يكون وجود مرتضى منصور في الصوره. ومش يعني زي ما قلت قبل كده ان مرتضى منصور هيرشح نفسه وهيكسب في الانتخابات لو اترشح. ليه بقى؟ لان الجمعيه العموميه كل تركيزها مش النادي. الجمعيه العموميه مش همها ان النادي يكسب او يخسر او يجيب لعيبه او ما يجيبش. الجمعيه العموميه كل هدفها ان مرتضى منصور بيعمل لهم حمام سباحه، بيجيب لهم شماسي، بيجيب لهم كراسي، مظبط النادي وعامل نادي نهري. فهو ده اللي يهم الجمعيه العموميه لنادي الزمالك. فمش شاغلها اذا كان الزمالك يكسب بطولات او يجيب صفقات. ده مش شغلهم الشاغل. وزي ما قلت ان المسلسل ده هيفضل طول ما مرتضى منصور وعياله في الصورة. وشهر 10 مش بعيد، شهر 10 مش بعيد، والانتخابات اللي جاية قربت. وهنشوف بقى مين اللي هيرشح نفسه كرئيس نادي او عضو او نائب. لان لو مرتضى منصور ما رشحش نفسه كرئيس وما ظهرش في الصورة، يعني ما ظهرش في المجلس خالص، وابنه موجود في المجلس، يبقى ايه الجديد؟ يبقى برضه مرتضى منصور هيدير النادي من بعيد، لان ابنه موجود. لو عايز اي حاجه هيعملها او عايز اي حاجه يقولها هينفذوا كل القرارات اللي هيقولها مرتضى منصور حتى لو هو بره المجلس. ايه الفرق بين احمد مرتضى منصور ومرتضى منصور؟ ايه الفرق؟ مسلسل مش هيخلص واحداثه كتيره. وده بقى لمصلحه مين؟ نادي الزمالك الجمعيه العموميه حاجه وجماهير الزمالك حاجه تاني. جماهير الزمالك كل يهمها ان الفريق يؤدي باداء كويس، وان هم يكسبوا بطولات، وان هم يعملوا صفقات كويسه على قد البطولات اللي هم هيشاركوا فيها. ده هم او الشغل الشاغل لجماهير نادي الزمالك. لكن الجمعيه العموميه مش شاغلها. الجمعيه العموميه مش عايزه كده. الجمعيه العموميه مش هيهمها بقى ان النادي مديون، مش هيهمها ان جاب لعيبه ولا ما جابش. مش هيهمها اي حاجه. هي كل يهمها انها تقعد قاعده كويسه وتنبسط وخلاص. هو ده اللي يهم الجمعيه العموميه. دي حاجه. الحاجه التانيه موضوع تصريحات خالد الغندور وميدو بخصوص موضوع اربع لعيبه اللي هو ان هم عايزين ان الاهلي مش عايز يوديهم المنتخب. وانا قلت قبل كده ان خالد الغندور دماغه فاضيه من اي حاجه الا الاهلي. سايب اللي بيحصل في نادي الزمالك ومركز مع النادي الاهلي. وهنرد عليه برضه. يعني طلع يتكلم على موضوع ان ما ينفعش النادي الاهلي يمنع اللعيبه عن المنتخب، وقلنا ان ده حصل مع الزمالك كذا مره. ما في ماتش ودي كان كاس لوسيل، وكان ماتش تشاد في دور 64، وكان اللي بيساعد في الدور ده حازم امام عضو اتحاد كره القدم. واتكلمنا كتير في الموضوع ده. لكن هم عارفين ان كلامهم غلط، وعارفين وعارفين ان النادي الاهلي ليه حق. ماتشين، ماتش ودي وماتش تحصيل حاصل. فمش بالضروره مش بالضروره تصنيف ايه اللي بيدور عليه فيتوريا. انا عايز اعرف تصنيف ايه اللي بيدور عليه فيتوريا. ما احنا كده كده ماتش الود ده مش هيعليك في التصنيف. تصفيات كاس العالم للانديه خلاص اتعملت، وكل فريق عرف بقى ان هو تصنيفه كام، وعرف دوره ايه، وعرف كل حاجه. تصنيف ايه ده؟ هي حاجات فاضيه بيتكلموا فيها عشان، او مبررات بيتكلموا فيها عشان صورتهم تطلع كويسه قدام الناس. اي كلام بيتقال وخلاص. اي كلام بيتقال وخلاص.
تصنيف ايه اللي بيتكلم عليه فيتوريا ولا حازم امام؟ والغلطه من الاساس من فيتوريا لما سمح للاعيبه الزمالك انه يمشوا من المعسكر عشان يروحوا يلعبوا مع الزمالك في في الماتش الودي بتاع كاس لوسين. هو ده الغلط من الاساس. زي ما سمحت للاعيبه الزمالك تمشي، ده حتى مشوا بين الشوطين، ما لحقوش يعني، ما قدروش حتى كمان يستنوا لما الماتش يخلص، مشوا بين الشوطين. الشوط الاول خلص ومشوا. فازاي تدي لنفسك الحق او تدي الحق الناس في حاجه وتمنعها عن نادي تاني؟ فين بقى العداله؟ ويطلع ميدو برضه يقول لك ما ينفعش نادي يمنع اللعيبه من المنتخب. ميدو بقى بيتكلم عن منتخب مصر اللي ما عملش حاجه اساسا لمنتخب مصر. وكانت اكبر خناقه او اكبر يعني يعتبر فضيحه من ميدو لما اتخانق مع الكابتن حسن شحاته لما غيره، لما حب يبدله. فانت بتتكلم عن ايه ولا بتتكلم ازاي ولا ايه مبرراتك؟ وانت نفسك شكرت كابتن شوقي غريب لما لما ما اشركش لعيبه الزمالك في 2014، ولا نسيت؟ تصريحاتك كلها موجوده، على اللي انت بتقولها تصريحات كلها موجوده. وانت وخالد الغندور او اي حد بيطلع في اعلام الزمالك كلامه متغير. كلامه النهارده بشكل، ممكن بكره يبقى يطلع بشكل تاني خالص. فكلامك ما يعني، او كلام خالد الغندور مش هيأثر في حاجه، لان الناس عارفه، الناس فاهمه ان انتوا عالم يعني كلمتكم مش واحده، ما عندكمش مبدأ. وطالما النادي الاهلي في الصوره يبقى خلاص. وحازم امام كل شويه يطلع يقول لك انا بساعد الزمالك وانا بعمل الزمالك. هو ده المسلسل اللي عايشين عليه، مسلسل اللي مش هيخلص واللي اجزاؤه متواصله. هو ده اللي انا بتكلم فيه. طول ما المسلسل ده شغال وطول ما اتحاد الكوره شايفينه شغال بالموضوع ده مش هتلاقي جديد. والنادي الاهلي شغال مع اتحاد الكوره باللوائح والقوانين. النادي الاهلي ما يعرفش غير كده. النادي الاهلي ما يعرفش غير كل حاجه باللوائح والقوانين، بدليل ان النادي الاهلي بيبعت جوابات لاتحاد الكوره عايز يستفسر عن اي بطوله. يعني النادي الاهلي بعت جوابين لاتحاد الكوره عشان موضوع البطوله المستحدثه اللي هي كاس النخبه ده، وان الاتحاد ما ردش عليه. عشان كده الاهلي طلع بيان ان هو مش هيشارك في اي بطوله مستحدثه. طلع بقى خالد الغندور يقول لك زي ما الاهلي مش هيشارك او بيعتذر عن البطوله يتعاقب زي الزمالك. لا، دي حاجه ودي حاجه تاني. دي حاجه ودي حاجه تاني. فزي ما بقول لكم كده، طول ما المسلسل ده شغال بالاشكال والشخصيات اللي احنا شايفينها في اتحاد الكوره ورابطه الانديه، حتى الناس اللي بتطلع تتكلم في اعلام الزمالك او بيتكلموا باسم الزمالك، مع انهم هم كل كلامهم والشغل الشاغل عندهم هو النادي الاهلي بس. ما بيتكلموش حاجه عن نادي الزمالك. يعني ما شفناش خالد الغندور يتكلم عن الخزنه اللي فيها 4700، ما شفناهوش يتكلم مثلا عن الموظفين اللي احيلوا للنيابه، ما شفناهوش يتكلم مثلا لما اكتشفوا ان في 65 موظف بياخدوا مرتبات وهميه، وعمره ما هيتكلم. يعني اخر تصريح ليه كان بيتكلم على مرتضى منصور، وبيقول ان مرتضى منصور في عصره ان نادي الزمالك خد بطولات وخد حاجات، ما عدا السنه اللي فاتت دي انه ما كسبش حاجه عشان اتحبس واتسجن. طب اتحبس واتسجن ليه؟ اتحبس واتسجن ليه؟ والغريبه في ناس بتبعت لي تعليقات على صفحتي، ناس زملكاويه يعني، وبعتوا لي صوره ان هم بيقولوا لي ان الزمالك الدوله جايه عليه، يعني الزمالك بتخدم الاهلي وما بتخدمش الزمالك. ودي الثقافه ودي العقليه اللي احنا بنشوفها، مع ان العكس هو الصحيح. العكس هو الصحيح. لكن انا لما يجي لي واحد زي كده بيكلمني او بيعلق على اي حاجه انا بنزلها للنادي الاهلي، ارد عليه اقول له ايه؟ اولا مش هيقتنع بالكلام، مش هيقتنع بكلامي ان النادي الاهلي ملوش علاقه يعني الدوله ما بتساعدش النادي الاهلي. بالعكس، مع ان كل اللي احنا بنشوفه وكل الحاجات اللي احنا لامسينها مع نادي الزمالك ان النادي الزمالك هو يعتبر اللي مسنود من الدوله.
من اللي بنشوفه من وزير الشباب والرياضه، واللي بنشوفه من ايه، من الحاجات اللي اتحاد الكره بيساعد فيها الزمالك. في تصريح برضو نزل الدكتور عماد البنان، تصريح غريب يعني. انا هقول لكم بعد تصريحاته، والتصريح ده هقول لكم في الاخر. يعني اتكلم النهارده عن، بيقول لك احنا مصرين على بقاء زيزو وفتوح ونطالبهم بالصبر والبقاء في النادي. المسألة لا تتعلق فقط بالمال، ونراهن على حبهما للزمالك والجمهور. امال هي المشكلة مشكلة ايه؟ يعني هي المشكلة مع فتوح وزيزو ايه؟ الناس بقى لها اكتر من 7-8 شهور ما بتقبضش. يبقى ايه المشكلة؟ هما الناس على كلامهم مش عايزة تمشي، بس عايزة تقبض. يبقى المشكلة مشكلة ايه؟ مشكلة فلوس. وكمان قال الرياضة المصرية ليس لها طعم من غير الزمالك. ده طبيعي. لان احنا عندنا هنا في الدوري المصري ما ينفعش من غير اهلي وزمالك. تمام؟ في تصريح بقى يعني وقفت عنده وعايز رد، يعني عايز اللي يفهم التصريح ده يقول لي هو فين ايه منه. بيقول سيتم التواصل مع اتحاد الكوره وهنشوف طريقه معينه هنرفع ايقاف القيد. تاني، سيتم التواصل مع اتحاد الكوره وهنشوف طريقه معينه هنرفع ايقاف القيد، واراهن على وطنيه كل الهيئات والمصالح والاجهزه للوقوف بجانب نادي الزمالك. ده معناه ايه بقى؟ ده دليل واضح وصارخ على ان الدوله بتساعد الزمالك. الراجل عايز يشوف اي حل يوقف القيد، وكمان بيتكلم على هيئات والمصالح والاجهزه عشان يقفوا جنب نادي الزمالك. يبقى مين بقى نادي الدوله؟ وايه الطريقه المعينه اللي حضرتك ممكن توقف فيها القيد غير ان انت تدفع الديون اللي عليك؟ ايه هي الطريقه غير كده؟ انا عايز اعرف. عرفتوا بقى مين اللي هو نادي الدوله ولا؟ انا عايز ارد بس على كل الناس اللي بتطلع ان يقول لك ان النادي الاهلي هو نادي الدوله. حاجه اخيره وهختم بيها. خالد الغندور طلع اتكلم على ان النادي الاهلي اعطى لامام عاشور رقم 22 وهو رقم ابو تريكه. اولا كده انا عايز اقول لك مبدئيا انت مالك؟ يعني انت مالك الاهلي يديله رقم 22، يديله رقم 11، يديله رقم 8؟ اولا حضرتك انت مالك؟ يعني حاجه ما تشغلكش. وبعدين رقم ابو تريكه ده لبسه محمد محمود ولبسه صالح جمعه. يعني الرقم ده مش حكر على حد، ومش معناه ان لبسه ابو تريكه من بعد ابو تريكه ما حدش هيلبسه. يبقى عادي. ايه لما ايه يعني ايه المشكله لما ابو تريكه ان امام عاشور يلبس رقم ابو تريكه؟ ايه المشكله؟ ده دليل برضو ان انتوا مش لاقيين حاجه تتكلموا فيها. يعني انتوا مش لاقيين اي حاجه كده تتكلموا فيها، فبترغوا في اي حاجه وخلاص. بترغوا في اي حاجه وخلاص. انا يعني كل مره يعني توقعوا كده خالد الغندور ما بيقولش حاجه غير ايه؟ اي حاجه كده، يعني اي حاجه مش لاقي حاجه يقولها فبيقول اي حاجه وخلاص. امام عاشور يلبس 22، يتكلم على الاربع لعيبه اللي في حوار عليهم على منتخب مصر، يتكلم مثلا على وقف القيد. ما بيتكلمش على اي حاجه عندهم تخص نادي الزمالك، ولا وقف قيد ولا تسديد ديون ولا اي حاجه. هو بس شاطر انه يتكلم على النادي الاهلي او يتكلم على اي حاجه تخص النادي الاهلي. طبعا انا بتمنى وليا طلب اخير، كل اللي يشوف الحلقه، اولا انا بطلب من متابعيني على صفحه انا الاهلي، يعني انا بطلب منهم يعني ان هم كل المتابعين على الصفحه يا ريت يشتركوا في القناه، لان القناه محتاجه يعني اشتراكات ومحتاجه دعم من طبعا من جماهير النادي الاهلي، وده اللي انا بتمناه. وكمان بتمنى من كل يشوف الحلقه يعمل لايك وشير واشتراك في القناه ويفعل زر الجرس ليصلك كل جديد عن النادي الاهلي. ولينك صفحتي على الفيسبوك عندك في اول تعليق مثبت. لو مش متابعني اعمل لي متابعه، وما تنساش ان قناه المارد الاحمر للاهلي وللاهلاويه. سلام.